بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. عاملين ايه شباب تانية ابتدائي؟ يا رب تكونوا بخير، ذاكروا كويس، امتحانات قربت. النهارده معانا الدرس الخامس من المحور التاني. اسمه ايه؟ اسمه كتابي المقدس. كتاب المقدس ده يا حبايبي اهم حاجة في حياتي. كتاب المقدس ده اللي بسمع من خلاله صوت بابا يسوع عايز يقول لي ايه. علشان كده هنتعلم النهاردة من واحد جميل خالص اسمه تيموساوس. اسمه ايه؟ تيموساوس. تيموساوس ده كان كل يوم يقرأ الكتاب المقدس. تيموساوس كان طفل ذكي جدا وجميل. كان بيسمع الكتاب المقدس من هو صغير من أمه وجدته. كانوا كل يوم يقروا له الكتاب المقدس ويقولوا له فيه أحلى قصص. كبر تيموساوس وتعود ان هو كل يوم يقرأ الكتاب المقدس. مش كده وبس، ده كان من كتر ما هو بيحب الكتاب المقدس كان بيروح لاصحابه وكان يحكي لهم: انا النهارده يا اصحابي عرفت قصة نوح، النهارده عرفت قصة ايليا النبي، النهارده عرفت قصة موسى النبي، النهارده عرفت قصة اشعيا النبي. كل القصص الجميلة اللي بنقراها في الكتاب المقدس. كبر تيموساوس على القراية وعلى الخدمة وعلى ان هو بيحب بابا يسوع قوي. وكمان بقى حصل حاجة جميلة جدا. تيموساوس صحي مرة كده لقى ان بولس الرسول بنفسه بيزور جدته وامه. اتبسط جدا بولس الرسول بيه لما قعد معاه وسأله. قعد لقاه حافظ حاجات كتير جدا من الكتاب المقدس. بسبب ايه؟ بسبب انه كل يوم بيقعد ويقرأ الكتاب المقدس ويسمع صوت ربنا من خلال الآيات اللي في الكتاب المقدس. حصلت حاجة جميلة جدا. بولس الرسول القديس العظيم ده قال له: يا تيموساوس، ايه رأيك تيجي تخدم معايا؟ تيموساوس اتبسط جدا، وجدته وامه شجعوه قالوا له: روح مع بولس الرسول، ده احلى حاجة في الدنيا يا تيموساوس انك تخدم ربنا يسوع وتتكلم مع الناس عنه وتقول لهم ان هم يحبوه زي ما احنا كلنا بنحبه. ودي احلى حاجة في الخدمة يا حبايبي، ان احنا نعمل كده. ودع تيموساوس جدته وامه وراح مع بولس الرسول، وكان فرحان جدا 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 لانه هيساعد بولس الرسول انه يتكلم مع الناس عن الله وربنا يسوع المسيح. كمان لازم نتعلم احنا كمان كده ان احنا اصحابنا في الكنيسة نقول لهم: ده بابا يسوع جميل، بابا يسوع حلو، لازم نتعلم منه. كمان دورك ان انت تشجع بابا وماما واخواتك على الصلاة والقراية في الكتاب المقدس. كل يوم مثلا متعودين الساعة 10 نفتح الكتاب المقدس ونقرأ جزء منه. لازم نتعود على كده. انت ما تقولش انا صغير انا اللي اشجعهم. انت مش صغير، انت تشجعهم. ما تخليش حد يقول عليك صغير، لا، انت تشجع بابا وماما واخواتك ان هم كل يوم يقرأوا الكتاب المقدس. لان احنا لو عملنا كده بابا يسوع هيبقى فرحان بينا جدا جدا جدا. في آية حلوة قوي بتقول ايه؟ بتقول: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طب يعني انا هسمع كلام ربنا واحفظه، يعني اخده كده وافضل اسمعه؟ جميل، لو عرفت تحفظه جميل، لكن الاهم من كده ان انت تحفظه جوه قلبك. يعني ايه احفظه جوه قلبي؟ يعني اعمل بيه. يعني بابا يسوع قال لي لا تسرق، مش هسرق ابدا. بابا يسوع قال لي لا تكذب، مش هكذب ابدا. بابا يسوع قال لي لا تحلف، مش هحلف ابدا. زي ما خدنا في الدرس بتاع ايه؟ بتاع ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين. فلازم نعمل كده. الآية بتقول ايه؟ طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. لوقا 11:28. لوقا 11:28. اوعوا يا شباب تفوتوا يوم من غير ما تقروا الكتاب المقدس. عارفين لو في يوم فوتوا فيه الكتاب المقدس، عارفين عامل زي ايه؟ زي اكن حد باعت لك رسالة كل يوم وانت ما بتفتحهاش. انت ما بتفتحهاش، فطبيعي مش هتعرف الراسل عايز يقول لك ايه. كل يوم بابا يسوع بيبعت لنا رسالة في حياتنا عشان تساعدنا على الحياة اللي احنا عايشينها. انت ما بتفتحش الرسالة، يا خسارة. تعالى يلا نصلي ونقول له: نشكرك يا بابا يسوع المسيح، نشكرك يا رب يسوع المسيح على الكتاب المقدس والرسالة اللي بتبعتها لي كل يوم.
أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك أرسلت لي كلامك المفرح المعزي. علمني أن أقرأ إنجيلك كل يوم بانتظام، وأحب كلامك وأطيع وصاياك وأوامرك. آمين يا رب يسوع المسيح. ربنا معاكم يا حبايبي ويفرحكم. ذاكروا عشان الامتحانات قربت، وولاد ربنا مشهورين إن هم لازم يبقوا ناجحين، والمجد لله دائما أبديا. آمين.